السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. لما ينزل الفيديو ده في الغالب هيكون يا اما بكره اول ذي الحجه يا اما بعده ان شاء الله باذن الله. خلاص يعني احنا خلاص داخلين بقى. احنا عملنا فيديو قبل كده وقلنا نستعد وهنستعد، وان في موسم من مواسم الطاعه داخل علينا، فنستعد له نفسيا علشان لما يجي يبقى احنا مستعدين وعارفين احنا هنعمل ايه. احنا قلنا مواسم الطاعه دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتغير فعلا ميزان حسنات الانسان. تمام؟ اللي هو احنا اتفقنا من بعد رمضان الانسان المؤمن المفروض ان هو اصلا العبادات دي هو بيعملها كل يوم، هو بيعبد ربنا كده بالفعل، اللي هو زي في مواسم الطاعات بالظبط. بس طبعا الانسان دايما بيبقى شويه فوق وشويه عنده فتور، فمش دايما بيبقى ماشي على نفس المنوال زي ما بيقولوا طول السنه. فبتيجي مواسم الطاعه دي عشان ترجعه تاني لربنا وترجعه تاني للطريق اللي هو اصلا يمشي عشان يكمل بيها فتره طويله، فبتديله دفعه كده يكمل بيها فتره بعد كده. تمام؟ فبنستغل مواسم الطاعات ان احنا نزود فيها في الطاعات عشان نتقل في ميزان حسناتنا. تمام؟ لما المواسم الطاعات دي كمان بتيجي بقى في الاشهر الحرم اللي احنا اتفقنا اصلا ان ميزان الحسنات فيها بيختلف، واجر الطاعه بيزيد، وكمان برضو المعصيه يعني برضه هتزيد. فبس فاحنا هنزود طاعات على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله. تمام؟ طب هنعمل ايه في مواسم الطاعات؟ زي ما قلنا الانسان المؤمن بيعمل كل الطاعات اللي المفروض ان هو يعملها، بس بيزود. طب هيزود ازاي؟ هيزود اقتداء بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني احنا هنقتدي بالرسول وهنعمل، صلوا عليه طبعا، هنعمل اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمله. طيب ايه بقى الاعمال المستحبه؟ خلوا بالكم ان دي احنا قلنا عليها خير ايام الدنيا، دي خير ايام الدنيا، والعمل الصالح فيها احب الى الله، حتى احب من ايام رمضان. تمام؟ نهار الايام دي اعظم عند ربنا من نهار رمضان. تمام؟ لان اجر الطاعه فيها مضاعف. فهمنا ليه؟ طب هنعمل ايه بقى؟ اسهل حاجه سبحان الله، اهم طاعه فيها هي اسهل طاعه اللي هي الذكر، اللي هو احنا هنمسك السبحه بتاعتنا او خاتم التسبيح بتاعنا في كل مكان، وهيبقى ده صديقنا الصدوق في ال10 ايام دول. تمام؟ الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، واستغفر الله، والصلاه على النبي. بس بيسن فيها برضو بنقول عليه الذكر المقيد والذكر المطلق، او التكبير المقيد والتكبير المطلق. ده بيبقى امتى؟ يسن ان احنا طول من فجر اول يوم في ذي الحجه ولغايه اخر مغرب اخر يوم في ايام التشريق ان احنا هنقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يبقى التكبير والتهليل. تمام؟ يبقى ده يعني شوفوا اسهل عباده، ده اللي هو بيقولوا عليه الذكر المطلق او التكبير المطلق في كل وقت وفي كل مكان، وبيسن اصلا الجهر بيه، يعني نقوله بصوت واحنا ماشيين في الشارع نقوله بصوت. المفروض الرجاله ما يبقى عادي بالنسبه لها. الستات ممكن مش هينفع تعلي صوتها، لكن الرجاله المفروض ان هم يقولوه بصوت عالي كمان. تمام؟ ده المطلق. طب والمقيد؟ المقيد اللي هو بيبقى من بعد كل صلاه، من يوم العاشر من 10 ذي الحجه، من يوم العاشر بعد كده بقى بيبقى التكبير بعد كل صلاه بنزود اكتر كمان. تمام؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا اول حاجه عن الذكر. تاني حاجه قراءه القران. ممكن نختم ختمه في ال10 ايام دول لو قررنا ان احنا هنقرا 3 اجزاء في اليوم الواحد. صعبه، ممكن تكون صعبه على كتير مننا، بس لو احنا فعلا بننظر للاجر اللي احنا هناخده منها فلا، هنحاول هنقسم وقتنا ونحاول. بعد كده الصلاه، طبعا كلنا المفروض ان احنا بنصلي الصلوات في مواعيدها الحمد لله. طيب اللي بيصلي السنن الرواتب خلاص يبقى تمام واحنا عارفينهم المفروض ان هم طب واللي مش بيصلي السنن الرواتب فيحاول يصليهم في الايام دي علشان ياخد اجرهم، ولعل وعسى ان شاء الله باذن الله يثبت عليهم من بعد ال10 ايام دول. تمام؟ بعد كده احنا قلنا الصلاه، احنا قلنا اول حاجه في الصلاه سنن الرواتب، صلاه الضحى دول ركعتين بيبقوا من بعد الشروق ان شاء من بعد الشروق على طول. تمام؟ ولغايه قبل صلاه الظهر بحوالي 12 دقيقه. تمام؟ يبقى نحاول نصليهم هما كمان قيام الليل. احنا قلنا قيام الليل ولو ب3 ركعات، يعني ده اقل حاجه ممكن ان احنا نقيم الليل اوله واخره مش مشكله، المهم نقيم الليل اقل حاجه 3 ركعات. ولو قدرنا اقل حاجه برضو ب10 ايات، ولو قدرنا ب100 ايه يبقى تمام قوي. 100 ايه دول اللي احنا ممكن نقرا فيهم سوره الواقعه في ركعتين، وممكن سوره الاخلاص نوتر بيها. يبقى احنا كده
جبنا 100 آية وبنكتب من القانتين. تمام. طيب ما قدرناش، يبقى السنة برضو سورة الأعلى والكافرون دي في ركعتين مع بعض اللي هما الشفع، ونوتر بالإخلاص قل هو الله أحد. تمام. قدرنا كده، قدرنا كده، قدرنا. طب الصيام طبعا كان فيه يعني، هل هو سنة؟ هل الرسول صام التسعة كلهم؟ تقدروا تسمعوا من فيديوهات للشيوخ، هم هيفيدوكوا أكتر في النقطة دي. الملخص بتاعهم اللي انا وصلت له ان الرسول صام وافطر فيهم، هم اولا عشان احنا برضو بنقعد نقول هنصوم ال10 ايام هنصوم ال10 ايام، دي معلومه لازم نصححها. هم 9 ايام. تمام. اليوم العاشر ده بيحرم فيه الصيام، ايام العيدين حرام فيهم اصلا الصيام. تمام. فيبقى عند والعيد الكبير كمان كمان 11 و12 و13 ايام التشريق ما ينفعش فيهم صيام، هنبقى نقولهم بعد كده ان شاء الله باذن الله. تمام. يبقى هم عندنا 9 ايام منهم وقفه عرفه، احنا قلنا كده دي سنه مؤكده، والمفروض ان احنا ان شاء الله باذن الله كلنا صايمين، الا اذا كان امراه عندها عذر او الاعذار اللي هي اعذار رمضان، فدول لكن الباقي المفروض انه يسن ان احنا نصوم. تمام. طيب و8 ايام بقى، يبقى كده فاضل 8 ايام، اللي يقدر يصومهم كلهم تمام، اللي يقدر يصوم يوم ويوم تمام، اللي يقدر يصوم على قد ما يقدر وتعب يفطر فمفيش اي مشكله. ليه؟ الصيام هنا بعيدا بقى عن كونه سنه اكدناها او ما اكدناهاش، احنا قلنا ان الصيام فوائده عظيمه جدا عند ربنا ومش هنتكلم فيها، ممكن ترجعوا برضو للفيديوهات، بس يكفينا ان اللي بيصوم يوم واحد بس في سبيل الله بيباعد ربنا بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وطبعا في المواسم دي مواسم اصلا بيزيد فيها الاجر، شوفوا انتوا بقى كام خريف. تمام. فشوفوا بقى اللي هيصوم يوم واللي هيصوم 2 واللي هيصوم 3 واللي هيصوم ال8 كلهم. تمام. فموسم طاعه اهو، فالمفروض ان احنا نستغله. تمام. طيب غير بقى الصيام بعد كده عندنا الدعاء. ليه؟ هندعي طبعا، احنا بندعي ربنا دايما، بس احنا هندعي وهنجهز دعواتنا، احنا هندعيها في كل الايام دي وهنجهزها، نكتبها في ورقه، نكتبها في نوته، نكتبها في اي حاجه. تمام. عشان يوم عرفه، عشان يجي يوم عرفه كده خلاص حتى دعواتنا بقينا حافظينها، اللي هو بقى ايه هنقعد بقى وندعي كل اللي نفسنا فيه، نكتبه، لو الافضل ان احنا نكتبه كمان مش بهزر، طلباتنا واللي احنا نفسنا فيه من اصغر حاجه لاعظم حاجه، وممكن تكون شايفين ان هي صعبه، مفيش حاجه صعبه على ربنا. ولكل قرايبنا وحبايبنا والناس اللي بنحبهم نكتب الدعوات اللي هم نفسهم فيها ونقعد ندعي. ليه؟ يعني احنا بندعي للمسلمين، فلك نفس الاجر ان شاء الله، يعني دعوتك بترد ولك بالمثل. تمام. طيب حضرنا بقى كل دعواتنا اهو، ندعي على قد ما نقدر، لان سهام عرفه ان شاء الله باذن الله لا تخطئ. الصحابه كانوا بيحضروا دعواتهم وبيحشدوها كده عشان يوم عرفه. ليه؟ لأن إذا كانت الملائكة بتنزل في ليلة القدر، فربنا سبحانه وتعالى بينزل تنزيل يليق بجلاله كده في يوم عرفة، يعني في نهار عرفة. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير من الليل، اللي أغلب الناس بتكون نايمة، إلا ما اللي ربنا بقى هو اللي بيكرمه بيقوم بقى في الثلث الأخير من الليل. لكن احنا عندنا بالنهار اهو وكلنا صاحيين، وربنا قريب جدا مننا، أقرب ما يكون كمان. تمام. ودعواتنا ان شاء الله باذن الله مستجابه. تمام. يبقى نحضر الدعوات. نصيحه للستات من دلوقتي، هنعمل فيديو صغير ليوم عرفه، عندك لسه وقت، كل اللي عايزه تنظفي بيتك نظفيه، عايزه تشتري طلباتك اشتريها. زي ما كنا بنقول ليالي رمضان وخصوصا الوتريه مقدسه، ما ينفعش نعمل فيها حاجه عشان نفضل العباده، فنهار عرفه مقدس جدا جدا جدا، وما ينفعش نشغل فيه باي حاجه على قد ما نقدر غير الذكر والدعاء. هنعمل له حلقه ان شاء الله باذن الله، بس نحاول نفضي نفسنا، اتزنقنا خالص يبقى ان شاء الله باذن الله بعد الفطار ننزل نعمل اللي احنا عايزينه. تمام يا جماعه. يلا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعينكم يا رب على الطاعه. ذكروا غيركم. تمام. واكثروا من الصحبه الصالحه كده اللي تعينكم على طاعه ربنا في الفتره دي وعلى طول بعد كده. يعني ذكروا غيركم بالطاعات، شجعوا غيركم على الصيام، على ختم القرآن، شجعوا بعض عشان يبقى في تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل سنة وانتم طيبين، وصلوا على الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.